سألت نفسك قبل كده لماذا نصاب بارتفاع ضغط الدم؟ في أغلب الأحيان سبب ارتفاع ضغط الدم بيكون مش معروف، ولكن في عوامل خطورة بتزود احتمال إصابة. أغلبها بيكون ليه علاقة بنمط حياتك والعادات الغير صحية اللي ممكن تكون بتعملها. من عوامل الخطورة دي إنك تكون مدخن، مش بتمارس أي نوع من الرياضة أو المشي، بتاكل أكل غير صحي غني بالأملاح والدهون المشبعة، وفي نسبة قليلة من الخضروات والفواكه، إن يكون وزنك زايد، عصبي، بتشرب قهوة كتير ومشروبات طاقة، بالإضافة لعوامل وراثية زي إصابة حد من قرايبك بارتفاع ضغط الدم. وبالإضافة لعوامل الخطورة دي في أسباب بينتج عنها ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر. الدراسات بتقول إن 1 من كل 10 أشخاص مصابين بارتفاع ضغط الدم بيكون عنده سبب أو مرض آخر أدى لارتفاع ضغط الدم. ومن الأمراض اللي بينتج عنها ارتفاع ضغط الدم أمراض الكلى زي ضيق الشرايين الكلوية، التهاب الخلايا الكلوية المسؤولة عن فلترة الدم، أو عدوى الكلى. بعض الاضطرابات الهرمونية زي زيادة نشاط الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية، زيادة نشاط الغدة الفوق كلوية اللي بينتج عنها زيادة إفراز الكورتيزون، أو ورم الخلايا المفرزة لهرمون الأدرينالين. كمان زيادة هرمون النمو بيكون من الاضطرابات الهرمونية اللي بتسبب ارتفاع ضغط الدم. أما غير الاضطرابات الهرمونية ففي أمراض تانية بتسبب ارتفاع ضغط الدم، زي مرض انقطاع التنفس أثناء النوم، مرض الذئبة الحمراء، مرض زيادة سمك الجلد المناعي، وده مرض مناعي بيزيد فيه سمك الجلد وبعض أعضاء الجسم والشرايين. كمان في أدوية من أعراضها الجانبية ارتفاع ضغط الدم، زي الأدوية المحتوية على الكورتيزون، أقراص منع الحمل، المسكنات زي الأسبرين والبروفين، بعض أدوية البرد خصوصا اللي فيها مادة السودوفيدرين زي الكونجستال، بعض أدوية الاكتئاب المزودة لنشاط هرمون السيروتونين والنور أدرينالين، وبعض الأعشاب زي العرقسوس. كمان في أدوية مخدرة زي الكوكايين والأمفيتامين. لكن في الحقيقة أكتر من 90% من حالات ارتفاع ضغط الدم بيكون سببها غير معروف، وده بنسميه ضغط الدم الأولي. ولو عاوز تعرف معلومات أكتر عن ضغط الدم تابع السلسلة دي على ميديكاتود.